تخيل معايا تصحى من النوم تلاقي صوت المية أعلى من صوت الناس، وتلاقي الشوارع في الخرطوم اتحولت لبحر والبيوت غرقانة والناس بتجري شايلة عيالها من فوق المية اللي جاية كوحش مفترس. دي مش لقطات من فيلم ولا كابوس، دي كانت الحقيقة في السودان بعد ما سد النهضة فتح بواباته فجأة. الطوفان جه من غير إنذار، ابتلع أراضي وزرع وبيوت، خلى آلاف الأسر تتشرد في ليلة واحدة. المشهد كان مفزع، السودان كلها بقت بتصرخ، الإنذار الأحمر اتعلن، إحنا في خطر. لكن هنا بقى لازم نسأل، ليه مصر بالرغم إنها على نفس النيل ما غرقتش زي السودان؟ الإجابة بسيطة بس تقيلة، الرؤية والمشاريع اللي اتعملت من سنين أنقذت مصر. السد العالي في أسوان كان الدرع الأول، خزان ضخم قادر يستوعب مليارات الأمتار المكعبة من المية من غير ما البلد كلها تنهار. مشروع اتهاجم وتشكك فيه زمان، لكنه النهاردة أثبت إنه من أعظم القرارات اللي أنقذت شعب كامل. ومش بس كده، مع السنين مصر بدأت تدخل سباق تاني، ترشيد استهلاك المية، تحلية البحر، وإعادة استخدام المية بعد المعالجة. مشاريع ضخمة يمكن الناس ما خدتش بالها منها، لكنها النهاردة هي الفارق بين إنك تلاقي المية في حنفيتك أو تلاقي بلدك عطشانة وغرقانة في نفس الوقت. في عز الكارثة اللي شافتها السودان، مصر وقفت ثابتة، وده مش صدفة، ده نتاج تخطيط طويل المدى ومشاريع اتبنت مش بس عشان الحاضر لكن عشان المستقبل. القصة دي ليها رسالة، اللي بيزرع النهاردة بيحصد أمان بكرة، واللي بيجهز من بدري بيتفادى الغرق مهما كانت الأمواج عالية.